اهلا بكم اعزائي الساده مشاهدي التلفزيون المصري اليوم في تغطيه جديده من محافظه الفيوم. تغطيه مع شبيه نجم كره القدم محمد صلاح، احمد سائق سيرفيز. مواقف كتير جدا بتقابله، ناس كتيره جدا بتوقفه تتصور معاه على انه في شبه كبير جدا، يعني سبحان الله يخلق من الشبه 40. فعلا شبه محمد صلاح، يمكن شعره ملامحه وجهه. مواقف كتير جدا بتقابله، هو بيبقى سعيد ومبسوط. حتى بيكلمنا دلوقتي قبل ما نطلع لايف مباشر، بيقول لنا انه اثناء قيامه بتوصيل عمال للعاصمه الاداريه وقفوا كمينه وظابط شرطه اتصور معاه لان هو محمد صلاح، ويمكن اشتبه فيه ان هو محمد صلاح. طبعا محمد صلاح ده محبوب الجماهير وشرف العرب. احمد، عايزك تكلمنا عن المواقف اللي تقابلك وشعورك ايه بالشبه الكبير بينك وبين نجم محمد صلاح. والله يا باشا انا بشكر ربنا طبعا ان انا يعني شبه حد كويس، وبمشي في الشارع بحب الناس. انا شغال كده بحب الناس الحمد لله. فطبعا دي حاجه كويسه ان انا شبه محمد صلاح، طبعا دي قدوه للبلد كلها، حاجه بتبسطك يعني. طبعا. طب احكي لنا المواقف اللي قابلتك ايه، الناس اتصورت معاك، اغرب المواقف اللي قابلتك يعني. كتير، انا ببقى شغال والجماعات شباب واطفال وكتير قوي بيبقى مستنيين عشان يركب معايا. انا عارفين العربيه ومعلمين شكلها عشان عارفين دي عربيه ابو صلاح. استنوا يركبوا معايا. انت بيصور بقى، وطبعا الحمد لله يعني حب الناس. بينادوك ابو صلاح؟ ابو صلاح، ما حدش يعرف اسم الحقيقي، ابو صلاح بس. كنت تحكي لنا دلوقتي ايه اللي حصل في موضوع الكمين ده الظابط اللي صار معاه؟ الكمين ده الظابط فضل ماشي العربيات كلها وجت لحد عربيتي انا وراح موقفني، قال لي هات رخصك ابو صلاح واركن على جنب. طبعا الركاب اللي ورا كلها استغربت في اول ما تقلقوش انا هنزل اشوف فيها. فرجعت لقيته بيقول لي ده انت خارب الدنيا يا عم في الفيوم، وصور وفيديوهات وبتاع. طب انا عايز اتصور معاك، قلت له تحت امرك، وانا نادي لواحد زميلي تاني برضه اتصور معايا. فطبعا الناس اللي في العربيه افتكروا ان انا هدفع غرامه وكده. فبقول لهم لا، الظابط كان عايز يتصور معايا بس. الظابط عاوز يتصور معاك بس. بتحكي لي انت على موقف لما ولدت مراتك ابنك مالك، يعني ايه اللي حصل؟ لسه ربنا كرمني بمالك من 10 ايام وعند الدكتور احمد اسماعيل. وبعد دخلت الدكتور اول مره يشوفني، طبعا كنت بروح مع ليا مرتي بس اللي بتروح. فرحت بالصدفه ساعه الولاده، واول ما شافني استغرب. بعدها باسبوع لقيته عامل لي البوم صور وانا وطفل ومستنيني اروح له عشان اخد الالبوم. يعني الدكتور انبهر اول ما شافك كده قال محمد صلاح. هو بس الدكاتره اللي معاه والله. الحمد لله. وصورك انت والمولود. وعمل لك البوم ليه يعني. البوم وبروزه واهداه ليك يعني. والله. ما حطش بقى الصوره عنده في العياده وكده؟ هو لا، ده هو عاملها عشان لي انا، هو صورني ونزلنا على النت. فهو راح عامل لي الالبوم ده هديه. هو بيقول انا اول مره اعمل حاجه مع حد زي كده، بس عشان هو بصراحه طبعا. بتلعب كره قدم يا احمد؟ لا، عشان ما اكذبش على الله. لكن بتحب انت طبعا ابو صلاح وبتتابعه؟ طبعا، انا ما بفرجش غير عليه. بس غير كده ما بعرفش اي حاجه ثانيه. انت عندك مولود اسمه مالك. عنده عمره قد ايه بقى؟ لسه 10 ايام بالظبط. 10 ايام. طب احكي لنا موقف ثاني قابلتك بالنسبه انت طبعا سواق سيرفيس. والله المواقف كلها عشان ما اكذبش عليك حب الناس. حب الناس من ناحيه هو اول حاجه ربنا، وثاني حاجه محمد صلاح. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الشبه بقت سبب في ان في حب الناس بتلتف حواليك. وهو برضه محمد صلاح طبعا. محمد صلاح، ما ده ما حدش هيعبرني. لو انا شبه ما حدش هيبص. لا، انت راجل محترم وراجل كويس. بس انا بحمد ربنا ان انا شبه حد يعني الناس كلها بتفتخر بيه. الناس بتحبه. الحمد لله. دي حاجه انا بشكر ربنا عليها الحمد لله رب. طموحك بقى تبقى يعني نجم زي محمد صلاح كده، مش لازم في كرة القدم تحقق. طموحك ايه يعني؟ طموحي ان انا عايز ابقى يعني مش حاجه بسيطه خالص، يعني شغلانه حلوه تليق بيا ان انا شبه الشخص ده. بس مش طالب حاجه كتيره خالص، ولا محتاج صيت. بل انا الحمد لله رب يعني من ناحيه الصيت كتير في اي مكان والله بمشي. بس انا طالب يعني شغلانه حلوه بس نظيفه تليق بالشخص، ان انا شبه الشخص ده خلاص. هي السوق مش عيب ولا حرام، ولا عمر الشغل ده عيب ولا حرام. انا ما تعرفت لما اشتغلت في الشغلانه دي. بس لو ربنا رزقك بمولوده هتسميها ايه؟ مولوده؟ تسميها مكه زي بنت محمد صلاح ولا تسميها؟ لا، اسميها مليكه. مليكه. ما هو مش هينفع مكه بقى الناس. الناس حد بيسيب حد في حاله برضه، ما هو اللي بيكره في ناس بتكره وفي ناس بتحب. طب انت بقى بالنسبه مفيش اي موقف بقى مثلا الشبه دي ده؟ والله انا ناس كتير قوي حبت يعني
تاخدني دايما معايا فيديوهات واعلانات، ويعني فيديوهات على التليفون زي تيك توك وكلام من ده. أيوة. بس انا ما حبيتش ان انا مش عايز اطلع يعني بصوره وحشه للشخص ده، عشان هو ما ينفعش ان هو يطلع بصوره وحشه. يعني في ناس حاولت انها تستغلك كتير قوي، كتير وتعمل دعايه لانك انت محمد صلاح. كتير قوي لدرجه ان انا نفسي يعني مش معايا تليفون ان انا اعمل، مش عايز اعمل حاجه عشان رفضت انت ما اظهرش بمظهر وحش، يعني ما اعملش حاجه وحشه وانا مش واخد بالي الناس تتريق عليا. مش هيتريق عليا انا مثلا، هم هيتريقوا عليه هو برضه، ما انا معلش انا شبه وناس هتتكلم برضه عليه. واحد شبه محمد صلاح مثلا بيطلع يعمل حاجات غلط. رفضت انت؟ انا كده اتعرض عليك بقى فلوس وكده كتير والله، فلوس، وواحد قال لي اجيب لك تليفون بس انا لا، ما قبلتش بصراحه. هتستفاد كتير وهتطلع وهتعمل، لا انا سايبها على الله، ربنا موجود. انت على فكره انت حتى برضه انا عايز اقول لك الشبه والتعبيرات الوش والضحك ربنا يخليك والهدوء كده بتاع محمد صلاح ربنا يخليك والقبول سبحان الله يعني ربنا يخليك موجود. وانت راجل كويس وراجل محترم والله العظيم. ده احنا متشرفين بيك، انت راجل مجتهد يعني. ربنا يخليك. انت بقى بتشتغل سواق سيرفيس بقالك كام سنه كده؟ احنا كان عندنا عربيه وبعناها، فانا شغال سواق بقالي بتاع 10 سنين او 11 سنه بالظبط. 10 سنين. الاول كان من غير رخصه، وبعد كده ربنا كرمني وجبت شهاده الجيش وطلعت الرخصه. الحمد لله كل ورقي معايا سليم. في تعليقات كتيره جدا يعني فعلا الشبه كبير جدا من محمد صلاح سبحان الله، وكل بيقول سبحان الله، ودي نعمه من ربنا عليك. الحمد لله انا بشكر ربنا طبعا والله من غير اي حاجه قسما بالله. طب انت بقى يعني الناس اللي عرضت عليك ان هي تعمل دعايه واعلانات، يعني اصحاب مثلا محلات تجاريه ولا؟ لا شباب زي حالات انا اللي هم بيعملوا فيديوهات التيك توك والكلام ده. تعالى مثلا اعمل لك فيديوهات واطلع وقول واعمل، لا ما انا ما حبيتش ان انا اعمل حاجه زي كده، لان انا ممكن اطلع اعمل فيديو مع يعني اصحابك عرضوا عليك ان انت تعمل لك صفحه؟ صحابي وغير صحابي، ناس ما اعرفهاش، وتكسب من الفيس ان انت تتكلم وتعمل لايفات، فيديوهات هتتشهر وهتاخد فلوس وهتعمل، بس انا ما حبيتش ما رضيتش. هي سهله قوي وممكن اطلع اقول اي كلام، بس انا مش عايز اطلع بصوره وحشه. تمام. بس هو الشخص ما ينفعش ان هو يظهر قدام الناس بشخصيه واحده، وانا ما ينفعش ان انا ابوظه. انت راجل محترم ربنا يخليك. انت مؤهلك ايه يا احمد بقى؟ انا معايا دبلوم. معاك دبلوم ايه بقى؟ معايا دبلوم صناعي. قسم نجاره. قسم نجاره. انت بقى معاك زوجتك وابنك بس؟ الحمد لله. الولدين عايشين وكده؟ ايوه هم موجودين، وعندي اخوات بنات. ليك اخوه بقى شبهك كده؟ وحيد. ليك اخوات بنات؟ عندي بس بنات. ليك اخوه بنات؟ لي اخت اكبر مني واخت اصغر مني. اخت اكبر منك واخت اصغر منك، لكن انت اساسا وحيد مالكش اخ ذكور يعني؟ لا. طب انا بقول لك بقى، انت طموحك انك انت مثلا يبقى عندك مثلا شركه مركبات عربيات؟ هو انا الحلم ده بعيد قوي اللي انت بتتكلم فيه. مفيش حاجه كتير مفيش حاجه بعيد عن ربنا الاول الحمد لله والله. بس يعني مش هعرف ارد عليك بصراحه. ان شاء الله ربنا يحقق لك طموحك. كل حاجه بتاع ربنا، مش حاجه مستحيله. الحمد لله انا ممكن انام واقوم الصبح الاقي نفسي الدنيا ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يحقق كده. انت بتشتغل كام ساعه في اليوم يا ابو حميد؟ انا بشتغل من الظهر لحد الساعه 9 بالليل 10. من الظهر؟ لحد 9 بالليل 10. 9 بالليل 10. كام ساعه يعني مثلا 11 ساعه؟ وسواء 10 ساعات مثلا. لو معايا سواق مثلا تاني عايز ياكل عيش بسلمه بدري كده. هي عربيتك انت ولا عربيتك؟ انت بتشتغل عليها بالاجر اليومي؟ بتشتغل بالاجر اليومي. طيب نفسك يبقى عندك عربيه ملكك طبعا؟ اكيد طبعا ان شاء الله. الاجر بيكفيك يا ابو حميد وتصرف على بنتك وزوجتك والايجار والسكن وكده؟ والله انا ما اكدبش عليك، انا اللي قبل الولاده الحمد لله ربنا سترها، بس بعد الولاده لسه بقى لي 10 ايام لسه جديد ما اعرفش، بس الحمد لله يعني والله ربنا يعني الواحد ما حدش بينام من غير عشاء طبعا. الحمد لله. عمرك ما هتطلع تسعى على اكل عيشك وربنا مش هيرضيك، كده لازم تروح بيتك متراضي. ان شاء الله. ما نفسكش تشوف محمد صلاح وتقابله؟ انا بعمل فيديوهات مع الدنيا كلها عشان نفسي هو يشوفني بس. والله هو لو شافني خلاص كفايه. انت نفسك وامنيتك محمد صلاح يشوفك بس؟ بس طبعا هو في بلاد بره انا هروح له فين؟ في بلاد بره اروح له فين؟ يا اخي من خلال التلفزيون المصري اليوم وجريده المصري اليوم بنناشد نجم العالم، شرف مصر وشرف العرب، ليا والمصر وللدنيا كابتن محمد صلاح، انه يقابل احمد شبيهه، لانه الشبه سبحان الله والملامح والقبول، في فعلا قبول يعني. محمد صلاح كده بنبص له في قبول بتاع ربنا كده. لا هو بتاع ربنا وبتاع خير وبتاع كل حاجه حلوه، بعيد عن ان انا شبهه.
انا سيبك ان انا شبهه، انا اللي بشوفه بالخير اللي هو بيعمله يعني. لو حد قال لو 10 بيكرهوه يبقى ناس يعني ده العالم كله، العالم كله بيحبه يعني. لا هو ربنا ما يكره في حد ان هو بيعمل خير يعني، ربنا يزيده كمان وكمان يا رب ان شاء الله باذن الله. باذن الله انت يا احمد برضه فيك قبول على فكره الحمد يعني لله. كلامك وطريقتك وطبيعتك في قبول كده وفي ارتياح. والله انا الناس كتير بتركب معايا تقول لي اصلا انت مش سواق، بس انت اقول لهم انا لا والله سواق، بس انا دماغي ماليش دعوه بحد، بشتغل مع نفسي. ناس كتير تفتكرك ان انت محمد صلاح يعني. كتير قوي قسما بالله. انا صاحب العربيه اللي انا شغال معاه اسمه اسلام، قبل كده انا بستلم منه الظهر فبيدي هو العربيه في البنزيمه وبيديها لي. ايوه. عمل حوار على الزباين ان انا محمد صلاح، قال لهم عند المسله محمد ابو صلاح هيستلم العربيه عشان بنعمل اعلان الشل بتاع الزيوت بتاع العربيات. انا ما اعرفش، هو اللي بيقول. فطبعا انا جيت عند المسله، هو نزل راح فتح لي الباب، اتفضل يا فندم اركب. ركبت. انا مستغرب برضه، انا عايز اعرف هو بيعمل ده كله ليه. فببص على الركاب فعلا، انا ببص كده لقيت الناس كلها. رحت قايل لهم يا جماعه السواق بيضحك عليكم، انا شبه محمد صلاح، انا مش محمد صلاح عشان ما تتكلموش. بس طبعا كله ضحك بقى والحمد لله. والناس انتظرتك فعلا؟ انا كتير قوي. كتير قسما بالله. ده صاحب العربيه بتاع اللي انت بتسوقها ولا سواق تاني؟ اللي هو ايه؟ اللي عمل الموقف معاك ده؟ صاحب العربيه. صاحب العربيه اللي عمل الموقف، هو بيهزر وبيضحك عادي. بس الناس اول ما شافتني وانا جاي من بعيد كده فعلا اتوهموا. اول ما انا ركبت طبعا انا فهمت بقى، اول ما ركبت لقيت قلت لهم يا جماعه انا صاحب العربيه بيهزر، ده بيضحك عليكم انا شبهه بس انت مش بني انك سواق. اول ما شفتك الناس بقى احتفت بيك كده واحتفلت بيك. كفايه البصه. 14 واحد بيبص عليك كده، محدش عارف يقول انت ايه، انت ولا مش انت ولا ايه. صوتك برضه تمام. اقول لهم يا جماعه لا والله انا شبه. انا ما برضوش اطلع اقول لحد ان انا محمد صلاح. ازاي؟ انا مش عايز اطلع، مش عايز اكذب، انا شبه محمد صلاح، انا مش محمد صلاح. انت شبيه محمد صلاح. وبطلع كتير بشوف ناس بتعمل فيديوهات شبه محمد، بيقول لك انا شبه محمد صلاح وانا محمد صلاح والكلام ده. لا ما ينفعش. ده بس انت يعني سبحان الله فعلا الملامح، الشعر والعينين والمناخير ربنا بيحبني. يعني ملامح وشك كلها محمد صلاح يعني. الحمد لله. الله يخليك. محمد في قبول من عند ربنا كده، ربنا سبحانه وتعالى محبب فيه الناس. انا كفايه على حب الناس. حب الناس ده ما هو كنز برضه. طبعا كل حاجه الناس ده نعمه كبيره جدا. ان انت تبقى ماشي في اي مكان او اي فرح او اي مكان تروحه. لما بتروح بقى اماكن زي كده ايه اللي بيحصل بقى؟ والله انا ما بتكلمش فيها من عند ربنا كده. لا يعني مثلا لما بتروح مناسبه فرح رد فعل الناس لما بتشوفك ايه؟ كله بيصور معايا، اللي يعرف اللي ما يعرفنيش، اطفال. انا بستغرب لما بلاقي اي طفل مثلا عنده 5 سنين جاي بيقول لك انت محمد صلاح. انا بقى طفل عنده 5 سنين عقله جاب الزن يجيب الشبه ده للشبه ده. طبعا انا لما الاقيك كتير انا مبسوط بصراحه، ما اكذبش عليك. انا ما حدش بيقابلني، ما حدش يعرف اسمي، اللي هم الناس اللي عارفيني بس. اي حد تاني غريب، شباب او اطفال او بنات اللي هم اخواتي برضو، مش قصدي حاجه. ابو صلاح لسه انا وضح نركب معاه. ابو صلاح معدي الجنب التاني، هو الف ما هلف يركبوا معايا. يعني انت الركاب بينتظروك مخصوص عشان يركبوا معاك؟ محبه من عند ربنا الحمد لله رب. ايه المواقف الغريبه اللي قابلتك تاني برضو بخصوص الشبه يعني؟ كان عندي ولاد عمي كان فرحهم، فبيصوروا في سكن زي السكن اللي هو طالع جديد اليومين دول. ايوه. وواقف الناس واقفين بيتفرجوا وانا واقف وسطهم عادي، مش في نيتي حاجه خالص، عادي واقف زي الناس ما واقف. ولقيت صاحب المكان راح جاي بص كده من وسط الناس وراح راجع تاني. مش صاحب المكان بقى، طلع واحد شغال معاه. جاب صاحب المكان وجه صاحب المكان اللي الناس بتصور فيه، اللي هم العرايس بيتصوروا فيه، وراح جاي مشاور لي كده، قال لي تعالى. انا واقف ناس كتير واقفين، فبقول له انا واخد بالي بس انا يعني سايبه اشوفه يقول بصراحه ايه. فبقول له انا، قال لي انت تعالى، انت المميز اللي واقف في وسطهم، انت واقف بتعمل ايه؟ فرحت داخل سلمت عليه. ايه؟ قال لي يا عم انت ابو صلاح بالظبط، انت واقف بره بتعمل ايه؟ انت خش واعمل اللي انت عايزه، صور ما اعمل ما بدالك. قلت له يا عم طبعا الصور معايا هو وناس شغالين معاه، وصورت مع ناس كتير جوه الحمد لله يعني، ومواقف كتير قوي. بس انا يعني هم بقى احتفظوا مثلا بالصور ديت وعلقوها هناك وكده. انا صور ماليه مش شكرانيه في نفسي والله. انا مش معايا تليفون قسما بالله، بس انا اللي بشوفه ان الناس بتقولوا لي انت ترند الفيوم زي ما بيقولوا ترند. انت عارف انا والله انت اشتغلت في ترند. الحمد لله والله. كفايه حب الناس. كفايه حب الناس.
ونتقابل ان شاء الله نجم كرة القدم الكابتن محمد صلاح، لان محمد صلاح انسان طيب ونقي ربنا يقويه على وبيحب الخير، واكيد لما يشوف اللايف ده اكيد ان شاء الله رب العالمين هيطلب يقابلك، ودي امنيتك ان انت تقابل محمد صلاح طبعا. طب انا عايز يعني برضو اكيد في اليوم بتاعك وفي حياتك بتقابلك مواقف كده بتبقى غريبه شويه ومثيره شويه، انت فاهمني؟ طفل مثلا قابلك بكى لازم اتصور، يعني احكي لنا برضو المواقف الغريبه اللي بتقابلك كتير يعني. الاطفال دي بتاع المدارس، انا ممكن مثلا عربيه بتشيل كام واحد 14 ممكن الاقي مثلا ابص ورايا الاقي العربيه مثلا 15 20 25 طفل اللي هم بتاع الحضانه والاولى ابتدائي والكلام ده. ايوه كله جاي بس طبعا هم ما معهمش تليفونات مش هيعرفوا يصوروا معايا. بس طبعا انا ببقى مبسوط، بشغل لهم اغاني وبخرب معاهم الدنيا. بتبقى مبسوط يعني بشغل لهم اغاني. اما طفل زي كده واخد باله من الشكل ومن الشبه، انا عايز ايه تاني؟ وهم بقى بيبقوا مبسوطين طبعا ان هم بيتصوروا مع محمد صلاح. طبعا. عايزك اغرب موقف قابلك، يعني اغرب موقف قابلك انت خدت بالك انت تحكيه لنا. اغرب موقف ده كنت انا ومراتي بعد ما اتجوزنا انا وزوجتي. كنا في فرح في قاعه. وما قعدناش من كتر النظرات وكده. انا زوجتي ما استحملتش اساسا، قالت لي نمشي عشان ما نعملش مشكله. انت بتعرف تلعب كوره يا احمد؟ لا بس يعني صحابي ممكن يأجروا مثلا في الاسبوع مثلا اليوم اللي هو يوم الجمعه الاجازه مثلا كده نجري شويه مع بعض كده، بس انا مش دايما عشان ما اكذبش عليك. طب انت بتشجع فريق ايه بقى؟ ابو صلاح. ها؟ ما بفرجش على ابو صلاح. ابو صلاح بتشجع ليفربول يعني؟ ليفربول. طب انت لو ابو صلاح ايوه انا عارف طبعا، لو انت اتعرض عليك يا احمد مثلا تقوم بدور في فيلم سينمائي انت خد بالك؟ وتقوم بدور صلاح توافق وكده؟ بس قبل ما اوافق لازم يكون هو طبعا موافق، عشان ما ينفعش ان انا اعمل حاجه زي كده الا لما يكون هو عنده علم بيها. معلش ما انا برضه فاهم في الحاجات دي. يعني انت لو طلب منك اي حاجه مش هتعملها غير لما لازم يكون هو عنده، ما انا ما اذيش نفسي برضه، ما انا معلش ما هو ممكن برضه لو هو مثلا ممكن مبسوط ان انا شبهه ما ممكن يزعل، ما انت طالع مثلا بتعمل حاجات مثلا من ورايا انا مش ما عنديش علم بيها. طريق محترم وتتبع الاصول. صح مش كلامي صح؟ طبعا لازم هو يكون عنده علم حاجه زي كده، مثلا يديني مثلا موافقه مثلا اعمل لها اعلانات تطلع مثلا في مسلسل او اي حاجه بقى اللي ربنا يرزقك بيها. تمام. لازم يكون عندي علم. لو امنيتك اتحققت وان شاء الله هتتحقق وقابلت محمد صلاح يعني هتقول له ايه وتطلب منه ايه؟ هقول له انت فين يا ابو بكر؟ ها؟ اقول له انت فين؟ الناس مش سايباني في حالي والله العظيم. الحمد لله والله ده الناس مش سايباني في حالي من حب مش حاجه ثانيه. محبه. الحمد لله والله، ودي حاجه انا مفتخر بيها. انا بركب المكنه او العربيه او اي حاجه الناس من غير ما انا ابص في ناس واخده منها. اللي عايز يندم واللي عايز يقف واللي الناس ما اعرفهاش، بس الحمد لله يعني انا بحمد ربنا ان انا شبه الشخص ده. في محيط اسرتك بقى وزوجتك كده يعني انعكاس ده عليها ايه بقى؟ لا هي مش بتزعل، هي فرحانه ان جوزها يعني الناس حباه وبالشكل ده. وطبعا اي ست في الدنيا هتلاقي بتغير طبعا يعني. بتغير بقى؟ طبعا. لو بنات اتصوروا معاك؟ لا ما عمري ما اتصور معاها، عمري ما اتصورت معاها. يعني خلي بنت كتير طلبوا مني. لا ما ينفعش. ما بترضاش تتصور مع البنات يعني؟ بتحرج بصراحه. بتحرج؟ خاطر زوجتي. لا انا بتحرج معلش. طب ما هو اللي بيطلب يتصور معاك بيزعل اكيد. لا ما انا يعني قبل ما هزعلها وارضيها برضه بالكلام. معلش ما انا مش هخليها ماشي تمشي يعني، مش هتطلب مني صوره وماشيه زعلانه، لا ما انا هراضيها برضه. ما هو في كلام حلو بيتقال، مش كلام قصدي حاجه غلط. يعني في كلمه حلوه مثلا معلش انا اخوك مش هقدر ان انا اصور معاك عشان خاطر حد مثلا يشوف الصوره بتاع مين ده ابقى خايف عليها برضه قبليه انا. لكن اي شاب طبعا اي راجل اي ولد انا ما اقدرش اقول له لا ما اصورش معاك. لكن انت من صغرك يعني كرة القدم كانت بتمثل لك ايه من وانت طفل بقى يعني؟ بص يا ستك انا كنت بلعب كوره وانا صغير، بس بعد كده بقى فتحت محل بتاع غير موتوسيكلات. قفلته وبعد كده حبيت من العربيات بقى السواقه. لكن انت ما احترفتش كرة القدم؟ لا عشان ما اكذبش عليك. وما كانش في مثلا مهارة عالية كده تأهلك ان الناس كرة القدم؟ الصراحة كل اللي انت بتتمناه انك انت تقابل النجم محمد صلاح.
كده؟ طبعا. ولو قابلته؟ كنا قابلت الدنيا كلها. كأنك قابلت الدنيا كلها. تبقى امنيتك اتحققت يعني. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه لابنك مالك بقى ان شاء الله يعني؟ لا مالك ده ان شاء الله هو شيخ خير والله. في شبه منك بقى كده ولا؟ ها؟ هو مش جاي لحد اللي هو انا. والله؟ والله العظيم. يعني يطلع هذا الشبل من ذاك الاسد. ابو مكه الصغير. الاغرب بقى، احنا حكينا مواقف كتير غريبه. قابلتك ضابط الشرطه بيقف في كمين يتصور معاك. الحمد لله من ناحيه المرور ماشي معاه بستر ربنا. هو بيوقفني بيبص خش ابو صلاح. خش ابو صلاح. والركاب ابو صلاح. والركاب الحمد لله والله. انا اقصد ان المواقف ممكن تبقى غريبه كتير تقابلنا، لكن بيبقى في حاجه كده لها خصوصيه يعني، انت فاهمني؟ ايه اللي الشبه بينك وبين النجم محمد صلاح؟ موقف كده كان ليه خصوصيه اغرب من الموقف. ها؟ في مصر وانا شغال في الجيزه، كنت شغال جيزه هرم برضه. والركاب كانت راكبه معايا على سن محمد صلاح. ركبوا معاك على فاكرين ان انا محمد صلاح وبعمل اعلان عن العربيات. والله. عربيات الصين الجديده دي. فاكرين ان انا محمد صلاح بعمل اعلانات. انت كنت راكب عربيه ايه ساعتها؟ عربيه صين بس كانت جديده. ملاكي ولا ميكروباص؟ عربيه صين اللي هي الميكروباص دي. ميكروباص. فاكرين ان محمد صلاح نازل بيعمل اعلان تبع العربيات والكلام. قلت لهم لا والله يا جماعه كل زبون بقى يركب كده، مش واحد بس، لا كتير. وتصوروا معاك طبعا كتير. انا من زمان على فكره بحب محمد صلاح بقى، بس الحمد لله يعني زاد معايا قوي اليومين دول. ما هو الشبه ما شاء الله كبير قوي يعني. ربنا يخليك. يعني اللي يشوفك كله محمد صلاح فعلا. ربنا يخليك. وكلامك وهدوءك. ربنا يخليك. وطبيعتك الطيبه. انا بفتخر ان انا شبهك. وده قبول من عند ربنا بيضع في قلوب الناس من ناحيتك يعني. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طب انت بقى بالنسبه لك يا ابو حميد يعني الشغل بتاعك متعب ومجهد بالنسبه ليك؟ يعني طبعا متعب، مش متعب اللي انا بقعد على الكرسي مثلا بتاع العربيه من يعني 10 ساعات او 11 ساعه برضه في اجهاد على الكرسي كده تقف شغل. بس في اجهاد وتعب. طبعا. زمايلك بقى السواقين يعني برضه بيتعاملوا معاك ازاي بقى؟ ابو صلاح اللي يقفل عليا بالحب، اللي يهزر معايا، اللي يقف مثلا قصاد الجنب التاني عشان يخلي الركاب اللي معايا يشوفني. وكده. هو ابو صلاح ده؟ طبعا انا ما برضاش احرج حد، عمري ما سواق يقف لي ويوقفني مثلا واقول له لا بقف، عايز ايه مثلا الركاب عايز تشوفك، عايز اتصور معاك، الكلام بضحك وكلام بهزار كله. ايوه. بس طبعا مفيش وقت بقى انا اقف انزل وهو يتصور ويصور الكلام ده. في اكل عيش برضه وكل وقت ليه. انت حتى بضحك يا احمد. ربنا يخليك. سبحان الله يعني. وعدتك حلوه ربنا يخليك والله. انا اتشرفت بسيرتك. انت راجل طيب القلب كده. الله يخليك. وانا متفائل لك خير ان شاء الله باذن الله. هو الخير ان انا شباب. الخير ان انت الحمد لله. ده بنحمد ربنا طبعا عليه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اخر حاجه علشان نقفل بيها يعني، امنيتك غير انك انت تقابل محمد صلاح ايه؟ طموحك اللي انت عايز تحققه يعني؟ نفسي بحاجه حلوه. ايه هي الحاجه بقى؟ دي حاجه بتاع ربنا، عشان انا ما هقولكش ايه بالظبط. يعني نفسي بحاجه حلوه. ايه هي الحاجه عند ربنا بقى، هو اللي بعتني من عنده. والدك ووالدتك بقى يعني هم مفتخرين بيا اولا، بس انا عايز اوصل لك معلومه ان ابويا انا يعني بيحب محمد صلاح اكتر مني انا. والدك بيحب محمد صلاح اكتر منك؟ ابويا بيكره حاجه اسمها شتاء، بس لو في ماتش الساعه 10 بالليل بيطلع لمحمد صلاح. بيطلع محمد صلاح. غير كده ما بيطلعش. لو الدنيا اتقلبت على بعضيها هو مش هيطلع. انت بتتابع طبعا كل ماتشات الكوره واخباره. ولو ما اتفرجتش عليه مثلا في وقت الشغل اللي انا شغال فيه مثلا بتفرج على التليفون. واي فاي بتفرج عليه. لازم تتابعه يعني. طبعا اعرف الدنيا فيها ايه. وانا شبهه كده وخلاص. لازم حتى اتابعه حتى في جوانه وفي لعبه وفي اي حاجه. لكن ما اكذبش اقول ان انا بلعب كوره. انا ما بلعبش كوره. اللي هو مع اصحابي بس عادي، اللي هو تسليه كده. اللي هو يوم مثلا في الاسبوع اللي هو اللي احنا قاعدين فيه مثلا من غير شغل كده. لكن دايركت لا، عشان ما اكذبش على الله. انت بقى ربيت دقنك عشان يبقى الشبه كبير ولا هي من زمان كده ولا؟ لا والله انا دقني ما بمشيش من غير دقني. انا بسيب دقني بحددها وبسيبها. بس بعيد عن الشبه، بعيد عن ان انا ابو صلاح، انا دقني تقيله. انا دقني طبعا مشعر اساسا، شعر بيطول على طول. بس ما حلقتهاش طبعا لما في الشبه بينك ومع محمد صلاح. بخفها بس هي ما بتكملش يومين ثلاثه وبتطول تاني. وحتى انا حلقتها برضه والله قسما بالله حلقت دقني وشعري، والناس برضه قالت لي ما برضه الشبه هو جابوا له صور ليه، هو بتاع اعلان كان عامل اعلان تبع اتصالات
كنت حلقه انا حلقه، كنت خافف الجناب وحلق داني. ايوه تيبيكال. نفس الصوره تيبيكال، وانت حتى حلق دانك برضه. جابوا لك الناس، جابوا لك صورته وقالوا لك طيب ابو حميد، انت من ساكن فين في الفيوم؟ انا من الفيوم، من قريه دمو. قريه دمو. عندك 25 سنه. عندي 25 سنه. المهنه الوحيده اللي امتهنتها هي السواقه. السواقه. بس الحمد لله اي حاجه بتتعمل قدامي بعملها. اي حاجه يعني دماغي حلوه الحمد لله، يعني اي حاجه تتعمل قدامي بقطع على طول. يعني اي حاجه فيها اكل عيش. الحمد لله رب. اشتغلت، انا ما اشتغلت السواق بس، انا اشتغلت حاجات كتير قوي. اشتغلت ايه بقى؟ اشتغلت بتاع رفايم وبتاع سيراميك، واشتغلت اللهم صل على النبي، اشتغلت في البناء، يعني اشتغلت حاجات كتير برضه متعبه قبل ما اتجوز، قبل الحاجات دي كلها. انت امتهنت كام مهنه بقى؟ اشتغلت في مطعم فراخ. كنت بتشتغل اشتغلت في مطعم بهيه، اشتغلت حاجات كتير قوي. يعني كنت بتشتغل ايه بقى في المطاعم؟ كابتن ولا ايه؟ في الصاله. في الصاله. بس كان قبل الكلام ده، قبل ما اتجوز بكتير، بسنه واتنين. يعني انا بكلمك على اللي انا اشتغلت، ما اشتغلت السواق بس، انا اشتغلت في فنانين كتير. كانت ملامحك بقى وصلت للشبه الكبير ده ولا كانت لسه؟ كانت الناس بتقول لي ربي شعرك وتقلق. بس انا بصراحه ما كنتش مش في دماغي، ما اكدبش عليك. ما كنتش لسه وصلت لمرحله الشبه. بدأ يعني عايزين نقول من كام سنه كده بالظبط؟ انا شعري كده بقاله سنه. شعري كده بقاله سنه، قصرته مره واحده بس. يعني انت من سنه بدأت اسيب شعري، لكن الشكل معايا من زمان. الشكل معاك من زمان؟ من زمان قوي. لكن الشبه اللي احنا شايفينه المتكامل ده بدأ معاك من سنه بس، اللي هو الشعر. انا سيب شعري بقاله سنه. حلقته مره قبل كده، ومن ساعتها مش عايز اتوه تاني. انت حتى نفس الضحكه يا احمد. ربنا يخليك يا باشا. والله يا استاذ محمد، الله يبارك لك. في الاخر بقى عايزين نختم، تقول ايه للكابتن محمد صلاح؟ انا بشكره جدا وبدعمه، وبقول له ربنا يستر عليه ويرزقه ويبعد عنه الشر ويوفقه يعني في الزياده وزياده يا رب. وربنا يزيده كمان وكمان في الخير اللي هو بيعمله. واقول له شد حيلك يا بطل بس. تمام. انت كنت بتتكلم دلوقتي امنيتك، يعني شوف انت عايز توجه له رساله تقول له ايه تاني؟ انت امنيتك انك انت تقابله. ما انا طيب وجه له رساله بقى من خلال تلفزيون مصر اليوم. نفسي اقابل محمد صلاح. نفسي اقابل محمد صلاح. نفسك تقابل محمد صلاح، ولما هتقابله هتقول له ايه بقى؟ هشكر ان ربنا كرمني ان انا شبهه هو. ما هو ده فخر لمصر وبره مصر والفيوم وبره الفيوم. مفيش اي حاجه هتطلبها منه للفيوم كده مثلا؟ اقول له الفيوم كلها غلابه. هم مسمينا ابو صلاح الغلابه هنا. ابو صلاح الغلابه، حتى لو اي حد بيعلق في التعليقات اللي انا الصور او الفيديوهات بيعلق مع اي حد ابو صلاح الغلابه. الناس بتمدلك ابو صلاح الغلابه. ابو صلاح الغلابه. هو ابو صلاح على فكره ابو الغلابه برضه يعني. والله كلنا غلابه الحمد لله. كلنا. وبعدين ابو صلاح بيعمل خير كتير الحمد لله يا رب، وبيتبنى حالات كتيره، تاخد بالك. وان شاء الله احنا عندنا امل يعني خير والله الحمد لله. هيصادف ان هو يشوفنا ان شاء الله ويقابلك وتحقق امنيتك. مفيش حاجه انت مثلا يعني عايز اقول لك لو قابلته حاجه عايز تطلبها لمنطقتك، يعني لفريق كوره، لا يعني اي حاجه كده انت هتطلبها غير الحاجه الخاصه ليك انت، ان انت تحقق امنيتك وتشوفه يعني؟ والله انا يعني هي الدنيا بخير الحمد لله يعني. بس انا الحمد لله الدنيا عندي تمام يعني. الحمد لله ماشي في ستر ربنا. يعني انت كل امنيتك تقابله بس وتسلم عليه؟ تتصور معاه طبعا ونقول التوأم في الصوره. عايز الصوره بس. عايز الصوره بس عشان انا اعرف اطلع الفرق. الدكتور بقى اللي ولد ابنك مالك صورك انت ومالك؟ صورني ويقول لي والله انا اول مره اعمل حاجه مع حد يعني، اول مره اعمل البوم صوره لحد اسمك طبعا شبه فخر العرب. عامل لي الالبوم ده. ما بقول لك محمد صلاح ده العالم كله بيحبه يعني، وانا بموت فيه والله. كلنا بنموت فيه. خاطر شبهه قسما بالله، بس هو الواحد يفتخر ان هو شبهه. كلنا بنموت فيه الحمد لله. ماشي يا ابو حميد، انت شرفتنا في تلفزيون مصر اليوم. ربنا يخليك. وانت راجل طيب ونقي، والشبه زي ما احنا شايفين، والملامح والطبيعه قريب كتير جدا 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 من النجم فخرنا جميعا محمد صلاح. ونتمنى كل المجالات عندنا في مصر، في التعليم، في الصحه، في الزراعه، في كل المجالات يبقى في نجوم زي محمد صلاح
يمثلوا بلادهم ويشرفوا بلادهم ويحققوا طموحاتهم. وانت ان شاء الله ربنا يحقق لك طموحك ويحقق لك امنيتك. انا متفكر والله، وربنا يزيدك. الله يخليك، ربنا يكرمك. وزي ما بقول لك نتمنى لبلدنا ان يبقى عندنا في كل المجالات نجوم زي محمد صلاح متفوقين وبارزين وبيحققوا نجاحات لاولادنا ولبلدنا. شكرا ليك يا ابو حميد على استضافتك، ومتشكرين جدا، وربنا يوفقك وان شاء الله بدايتك تتحقق انك تقابل نجم كرة القدم ونجم العالم محمد صلاح. اعزائي الساده مشاهدي تلفزيون مصر اليوم، كنا معكم في تغطيه من محافظه الفيوم شبيه النجم محمد صلاح، وفعلا يخلق من الشبه 40 الملامح. لما تقعدوا مع احمد كانكم قاعدين مع محمد صلاح، الملامح وطيبته ونقاوته وحلاوه جمال ربنا اللي بيضعه وبيخلي فيه قبول في قلوب الناس. احمد بيتميز بكل هذه الاسماء. شكرا لكم اعزائي الساده مشاهدي تلفزيون مصر اليوم على المتابعه، الى ان نلتقي في تغطيه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.